نص بيقول ان رئيس الجمعيه العموميه وقع. ده كلام مش مظبوط. يبدو ان هو ما عندوش خبره في انتخابات الانديه. يجب ان يوقع على محضر اجتماع الجمعيه العموميه رئيس النادي او الذي يقوم مقامه، هذا رقم 1. 2 مدير عام النادي. 3 رئيس اللجنه اللي جابوه الاخ زكريا. 4 كل رؤساء اللجان الفرعيه. ده قانون. يعني انت عايز تعيدها. اكمل النبي يا استاذ عمرو واحده واحده. ادي 1. 2 دكتور محمد عامر طلع في التلفزيون قال انا ما وقعتش، عشان كده المحكمه. طب هو لو توقيعه ملوش قيمه، المحكمه ليه النهارده طلبت سؤال الدكتور محمد عامر ده توقيعه ولا لا؟ لانهم ضربوا له توقيع. يا راجل ده زوروا توقيع محمد عامر، بس هم نسيوا حاجه. محمد عامر اسمه محمد امين عامر. خلاص البيل ضرب التوقيع موظف صغير كده، راح كاتب محمد عامر بالشخبطه، ونسي ان محمد طول عمره لانه كان معانا في مجلس اداره دكتور محمد امين عامر، نسي ان اسمه امين ده اسم ابوه. تمام. خد عندك يا بيه محمد عامر او الدكتور محمد عامر بعت جواب رسمي للمهندس حسن صقر، قال له الجمعيه العموميه دي اللي احنا هنعملها انتخاب بس ولا انتخاب وميزانيه ولا انتخاب وميزانيه وحساب ختامي؟ قال له بعت له قال له تعرض الميزانيه والحساب الختامي. لا تعرضت ميزانيه ولا تعرض حساب ختامي. طبعا ما تعرضش ليه؟ لان النادي الاستاذ ممدوح ده له ب 260 مليون، بقى مديون ب 260 مليون جنيه يا استاذ عمرو. النهارده انت عندك لاعب ما فيهوش مشكله، كلابالا مشكله، جده مشكله، شريف عبد الفضيل مشكله، شريف اللي بيلعب اللي جابوه من السعوديه، كلهم مشكله. فين اجوبه يا استاذ عمرو؟ ما انت راجل كل سنه ومرتضى بعيد. لا مرتضى كان مسجون في سجن الطرف الرياضيه الملفقه والسنه كامله ما خدش فيها ولا بطوله، بقالك 5 سنين كاس مصر بالعافيه. وبعدين حسام انت ما كنتش عايزه. وبعدين النهارده 50,000 اجراء كلها باطل. تمام. انا النهارده بثبت الراجل اللي موجود دون اللي اسمه ممدوح عباس وناس معاه، لو هم جايين بالشرعيه بانتخابات حقيقيه تعظيم. يا سياده المستشار دلوقتي اللي هيحصل ان اللجنه هتروح وتفرز الاصوات، هتاخد الورق كله هتطلع المحكمه، ولو طلعت الاصوات صحيحه زي النتيجه تعظيم سلام حكم المحكمه مفيش فيه هزار. انتوا مش كنتوا مضيتوا ورقه مع بعض في الانتخابات دي ان ما حدش هيطعن في الانتخابات؟ بالظبط كده. هو حضرتك طلعت صرحت بعد الورقه دي احنا خلاص لا مفيش ورقه. انا اوقع ورقه ويا استاذ عمرو وانا عبيط اوقع ورقه؟ يا استاذ عمرو ده انت راجل عمال بقالك 100 سنه عمال تنادي بالديمقراطيه ونزاهه الانتخابات. لاول مره يحصل في انتخابات انديه اقتحام شرطه، مع احترامي طبعا للراجل الوزير المحترم حبيبي. انت يوميها طلعت وقلت يا جماعه خلاص هم كسبوا، بس لو حد قال ان هو كسب بجد انا هرفع عليه قضيه. لا قلتش هم كسبوا. لا قلتش كده. قلت الف مبروك خلاص. يعني لو حد طلع وقال الانتخابات صحيحه يبقى انا كذاب، لان عملت مؤتمر صحفي انتزعته. تمام. هطعن في الانتخابات. الطعن في الانتخابات بس عشان بقول تاني اللجانه دي ما تشتغلش ملوش علاقه بفريق الكوره. مستشار مرتضى منصور اتفضل. هل حضرتك مستعد تكمل معانا التجربه دي؟ يعني كان معانا رامي لكح دخلنا له تليفونات الجمهور عشان يرد عليه، هل حضرتك تحب تعمل ده ولا ما تحبش؟ دلوقتي يعني احنا بنعمل تجربه جديده ان الناس تقدر انها تكلم المصادر وجها لوجه. يا استاذ عمرو الكلام ده لما اكون انا قاعد معاك في الاستوديو تحت امرك. مش عايز يعني؟ لا مش عايز. طب يعني نسمع ناخد تليفونين نشوف. يا استاذ عمرو بعد اذنك انت بتقول امريكا بقى والتلفزيونات الامريكيه. اكون قاعد معاك في الاستوديو كده سواء معاك الاستاذ محمد شردي حبيبي الجميل. طب حضرتك هتقفل وناخد التليفونات؟ نعم هتقفل وناخد التليفونات. والله ده انت صاحب البرنامج اللي انت عايز تعمله. خليك معانا بقى. اهلا خالد اتفضل. اهلا يا عمرو مساء الخير. مساء النور يا فندم. الكاوي ومبسوط جدا من مستوى الزمالك دلوقتي، واتمنى انه يعني يحصل تجاوز عن انتخابات مظبوطه مش مظبوطه. انا يهمني ان الزمالك دلوقتي كويس يعني نفسي بطلب من الاستاذ مرتضى يا جماعه النادي كويس دلوقتي سيبوه يكمل كده. حلو يعني يا خالد شكرا ليك يا استاذ مرتضى. بكل ادب شفت مشاهد كريم دخل قال لك ايه؟ قال لك ده رايي على فكره وانت عايز وانا عارف انك تحب ترد عليه. بيقول لك النادي ماشي كويس والفرقه ماشيه كويس ما تسيبوه كده. رايك ايه؟ شوف يا استاذ عمرو طبعا انا يعني معلش انا عشان عندي موكلين قاعدين بره مستنيني بحترمهم برضه. وجهه نظره تحترم. بس عايز اساله سؤال. هو ال5 سنين مرتضى كان بره الزمالك عمل ايه؟ هو الزمالك ما هو ممدوح عباس اللي كان هينزلك درجه ثانيه جالك راجل مدرب انا اللي جاي المهدي بقى خلاص اهو. عايز اقول لك ما هو حسام حسن ده انا محامين من ايام ما كان في النادي الاهلي، انا اللي كنت حايل عليه يجي وهم اللي كنتش عايزينه. حسام حسن استلم فريق
هم يبعدوا عنه مش انا اللي ابعد. وجهه نظرك معه. استنى خد تليفون كمان يعني معلش الموكلين هيستنوا ده بيقعدوا ل 4 الصبح عنه. اهلا احمد اتفضل. ازيك يا عمرو اخبارك ايه؟ اهلا بيك فندم. بقول لك يا عمرو بس انا بعيدا عن موضوع المستشار مرتضى منصور والانتخابات، انا شكل نادي الزمالك عاجبني كده. انا النهارده بتفرج على الماتش كنت مبسوط جدا بنادي الزمالك، انا مشجع اهلاوي اولا. تمام. يا ريت المستشار يا جماعه الرأي اللي فات ان انت شايف انه ايه سيبوا النادي ماشي كويس بالظبط كده يا عمرو. شكرا احمد. بعد اذنك يا عمرو معلش ناخد تليفون كمان. اهلا هشام اتفضل. ازيك يا عمرو؟ اهلا بيك يا استاذ هشام. تحياتي ليك يا عمرو، تحياتي للاستاذ معانا سياده المستشار مرتضى منصور، عايز تقول له ايه؟ انا بس بحييه والله على اصراره، وانه راجل فعلا يعني حريص انه بياخد حقه، واحسن حاجه عملها بصراحه انه قعد شوبير في البيت ولبسه البيجامه. شكرا هشام، مالناش دعوه ببيجامه شوبير دلوقتي خالص يعني. شكرا هشام. ناخد اتصال. انت معانا يا سياده المستشار؟ معاك اروح فين والموكلين؟ والموكلين موجودين، انا هاجي لك انا. اعمل ايه؟ اهلا عبد الجبار اتفضل. الاستاذ مرتضى راجل من ساعه ما عرفناه كان ما فيش في مصر الا الاستاذ مرتضى. هل كل قضيه بيكسبها وكل حاجه؟ وبعدين نادي الزمالك، طب ما انت كنت في نادي الزمالك، وبعدين حضرتك هو ما في كله مشاكل من ساعه ما كان وكيل نيابه لحد الان. شكرا عبد الجبار، وجهه نظرك واضحه. سياده المستشار بيقول لك كله مشاكل، انت كلك مشاكل، حياتك من اول ما تبدا دلوقتي في مشاكل. جبار واخد بالك، يحترم طبعا، كلامه يحترم، واذا كان اللي بيدافع عن حقه وربنا سبحانه وتعالى بيحب المؤمن القوي، اذا كان عايزني مؤمن ضعيف اخد على قفايا واقول كمان قفا جاي تاني مش مرتضى منصور. حلوه دي عجباني. خليك معايا ناخد تليفون كمان. اهلا اسامه اتفضل. اهلا مساء الخير يا عمرو. اهلا اسامه باشا. مساء الخير. محمد بيه مساء الخير. مساء الخير يا استاذ. والله انا رايي ان سياده المستشار مرتضى منصور راجل مقاتل من الدرجه الاولى، ومين قال ان هو ما ياخدش حقه؟ وهو الراجل ده هو يمكن عصبي شويه لكن ايديه نظيفه، ايديه نظيفه حقيقي. بيغسل ايده كتير كل يوم. لا سيبك من التهكم يا عمرو، ده حقه. فانا متاسف يعني الراجل من حقه يقاتل زي ما هو عايز. وجهه نظرك يا اسامه. على الهواء مع مرتضى منصور اتصالات. مين معانا؟ اهلا احمد اتفضل. ايوه يا استاذ عمرو. اهلا بيك يا احمد اتفضل. السلام عليكم، الله يكرمك. معانا المستشار مرتضى منصور، عايز تقول له ايه؟ يدخل في الموضوع. دلوقتي سياده المستشار منصور عنده حق في كل اللي بيقوله. واخد بال حضرتك؟ احنا بقالنا 5 سنين الزمالك النهارده ما فيش حاجه داخلاله. فطبعا لما هو كان جاب حسام وابراهيم النهارده ماسكين النادي ما شاء الله، ما فيش ماتش اتغلبناه 100 والله. كابتن حسام 100. والله هو حسام وابراهيم ان شاء الله ما يسيبوناش ابدا. شكرا يا احمد. شكرا. اسامه عشان الموكلين. اتفضل يا اسامه بسرعه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عموره؟ اهلا بيك. والنبي يا عموره اقول لك يا استاذ مرتضى منصور احنا متشكرين جدا منك على اللي انت بتعمله ده، انت مسلينا كده 100 100. اتهربنا من كاس الامم وانت كملتها، الله يكرمك. مسلينا يعني. شكرا يا اسامه. طبعا. مين معانا؟ اهلا اشرف اخر التليفون. ايوه يا عمرو. اهلا يا اشرف اتفضل. كفايه كده يا استاذ مرتضى لو سمحت. انت شايف بتقول له كفايه كده. شكرا ليك. سياده المستشار ما حصلش اي حاجه والناس دخلت، في ناس معاك وناس ضدك كالعاده يعني. بس في اخ بيقول لك مسلينا. قال ايه الاخ ده؟ قال لك مسلينا. ليه فاكرني لب ولا زداني وحياة امك؟ لا وليه وحياة امك؟ طب ليه بس؟ ليه وحياة انا عايز اعرف. مسلينا. فهمنا يا سياده المستشار. اسمع يا عمرو، انت تتريق عليا وتقول بيغسل ايده بالصابون، انا مش عايز اصور معاك. وانت هتتخانق معايا ليه وانا قلت لك حاجه تضايقك؟ يعني الاستاذ قال كفايه بحترمه، انما مسلينا ده يروح هناك عند ماما يقول له مسلينا. ايوه بس بلاش وحياة امك. ما هي دي المشكله. اسمع بس. ليه فكره وحياة امك؟ اسمع، انت مش عايز تسمع. قول لي ليه فكره وحياة امك؟ لا رد على السؤال. يعني ليه ما الراجل في ناس الميكروفون تتكلم لوحدك؟ لا مش لوحدي، انا بسال سؤال. انت تتريق عليا ويقول لك الراجل نضيف تقول له بيغسل ايديه كل يوم ايوه يا سيدي دعابه، انما ما قلتلوش وحياة امك. مش صاحبي. ايه؟ لا ما تعبش معايا، موضوع ده. انت راجل مستضيف، راجل محترم على الهوا، تحترم الراجل. ليه ولما قلت ده هو القاضي كان شكوك وقلنا لك ما تقولش دعابه؟ مع السلامه. هذا هو مرتضى منصور. عليهم برضو التجربه ماشيه اخباريه وهو الراجل ايده نظيفه يعني بيغسلها كل يوم. دعابه دمها خفيف جدا مش فيها اي حاجه، انما ان هو يقول لاي مشاهد وحياة امك دي مش دي ما ينفعش. وبنعتذر جدا للمشاهد، والمشاهد بتاعي على راسي من فوق. ومكملين تجربه اخباريه اكسترا تليفونات.